حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة القديسة فرينيا. القديسة فرينيا قديسة مصرية اتولدت في صعيد مصر في قرية جراجوس في مركز قوس في قنا، ومعنى اسم القديسة الثمرة الطيبة، وتعمدت على يد أسقف اسمه شيليمون وعلمها مبادئ المسيحية وعلمها التمريض. ولما كبرت التحقت بالكتيبة الطبية، والكتيبة الطبية كانت بتتكون من 6660 وبقيادة القائد موريس، وكان في أيام عصر الملك ديكليديانوس، والملك ديكليديانوس كان بيضطهد المسيحيين جدا، وأرسل الكتيبة الطبية غرب أوروبا عند ملك كان اسمه ماكسيمانوس عشان يساعدوه في القضاء على ثورة كانت قايمة في جنوب الغرب فرنسا، وطلب منهم الملك انه يبخروا الاول للاوثان، لكن لما رفضوا استشهد منهم عدد كبير جدا ونالوا اكليل الشهادة. لكن القديسة فرينيا ومجموعة من العذارى هربوا الى شمال اوروبا الى جبل اسمه القلب، وعاشوا في كهف صغير فيه هي والمجموعة من العذارى معاها، وابتدوا يشتغلوا بالتمريض، وكانت بتعالج ناس كتير قوي بالاعشاب، وكمان كانت بتعلمهم النظافة. ولما عرف الامبراطور الروماني بيها راح جابها وحبسها في السجن، وقعدت في السجن فترة طويلة جدا. ولما رجعت الكهف اللي كانت عايشة فيه هي ومجموعة من العذارى، وكانت بتعلم الناس الفقراء والمحتاجين النظافة، وكانت كمان بتأكلهم وبتعمل لهم الأكل هي. ولما كبرت القديسة وحان وقت رحالها كانت نايمة على السرير وتعبانة جدا، ظهرت ليها العذراء أم النور في الأوضة بتاعتها، فلما لقت كده قامت وقالت لها أم ربي جاية ليا. تنيحت القديسة سنة 344 وكان عمرها 64 سنة. وبعد فترة دخل جسد القديسة مصر سنة 1956 مع وفد سويسري، واستلموا البابا مثلث الرحمات البابا شنودة، واتعملت كنيسة على اسمها في المرقسية في العباسية عام 1994. وكمان سويسرا بتحتفل بعيدها كل سنة في الوقت ده، كل سنة في الوقت ده بتاخد اليوم ده اجازة وبيحتفلوا بعيدها. وكمان هنا في مصر في السفارة السويسرية عاملة تمثال للقديسة، تمثال كبير جدا وحطاه قدام باب السفارة، ومكتوب عليه الفتاة التي علمت سويسرا النظافة. وتحتفل مصر كل سنة يوم 4 توت بعيد القديسة، وبركتها تكون معنا وربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.